مرة أخرى من مدينة الأسرار التي خفيت لأجل غير مسمى أو لإرادة بشرية منعت الخوض في دهاليز الخفايا التي دثرتها رمال الصحراء. من هنا تروى قصص من قديم الزمان عن أشخاص كانوا محط الرحال من المستشرقين والباحثين عن علم الباراسايكولوجي. وكأنك في هذا المكان تمر عبر بوابة للزمن لتخرج إلى عالم قديم مر عليه عدة قرون. هنا تأخذك العبرات لبساطة العيش وترك ملذات الدنيا التي يعتبرها الشيخ الأعسم فناء للروح. من منطلق الضوء ذاكرة الكون السرمدية يستنظر الشيخ الأعسم من علم فيزياء الكم بحثا علميا عن الذاكرة الكونية، والتي أساسها بأن الزمكان يحفظ ملامح الكائنات الحية التي عاشت منذ ظهور الكون المرئي قبل أكثر من 13 مليار سنة. الذاكرة الكونية تعني أن الإنسان عندما يموت لا يفنى وإنما يسافر ليبقى، وكذلك الأشياء. المعروف بين الفيزيائيين أن مساقط الضوء عندما تقع على المنظر الطبيعي ترتد كانكسار أو انعكاس أو امتصاص، لكن الذي لم يلتفت إليه هؤلاء أنه من خلال الانكسار والانعكاس قد يترجم إلى استنساخ، والاستنساخ بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، أي أنه يتمتع بالهيلوغرام. فعندما تذهب إلى العين تلتقط من العين وترسخ في الجهاز العصبي المركزي، فإنما في الحقيقة تكون بين تلافيف الخلايا. لماذا؟ لأن الخلايا تنوء أن تحمل مثل هذه الصور المجسمة التي أكيد ستتراكم عبر السنين المتزايدة، فلا بد أن تكون في الفراغ الكمومي، ونسبة الفراغ إلى الكتلة هي 99.99. وليس هذا فقط، بل ترقد أيضا في الفراغ الكمومي في الغرفة أو الأماكن التي وقعت بالقرب منها الأحداث. طبعا هذه الذاكرة الكونية الموجودة في الفراغ تتكور. لماذا؟ لتحاشد الصور الكثيرة وتنتهي إلى حجم أقرب إلى النانو. ولأجل أن نثير ونحفز هذه الصور النانوية لابد أن نعمل على تطويع الضوء للتدوير، أي نعمل على تدويره. تمكنا من هذا التدوير، وكانت المفاجأة أنه فعلا حفز الصور المكورة، فبدأت بالاستطالة ومن ثم بعضها ظهرت. الاستنساخ الضوئي كما أوضحنا سابقا تمت البرهنة عليه سابقا من خلال المبدعة الدكتورة نغم تامر بإشراف الراحل العلامة الدكتور محمد صالح الخفاجي رئيس جمعية الليزر العراقية. الطريف بالأمر أن الآية الكريمة تفسر بما لا يقبل الشك ظاهرة الاستنساخ في قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. لم يقل نكتب، ولم يقل ما تقولون، إنما تعملون. هذا بالإطلاق يشمل جميع الحركات والإيماءات والأقوال. بحوث كثيرة يحاول ترجمتها علماء الفيزياء إلى واقع ملموس عبر إعادة شريط الحياة أو اكتشاف أصل الكون أو تأكيد وجود الأكوان الموازية المتشابهة، لكنها ما زالت تحتاج إلى تكنولوجيا أكثر تطوراً يمكن أن تفسر الكثير من التساؤلات.